أنا أسفة أوي يا صغنون، أهلك كلهم ماتوا في الحادثة. معلش يا حبيبي. أنا هعمل إيه بس دلوقتي؟ يا رب ساعدني. أجرب أكلم عمي يمكن يساعدني. لو سمحت يا عمو، ممكن تديني تليفونك أتكلم منه دقيقة بس؟ ألو؟ أيوة يا عمو، أنا بابايا ومامتي ماتوا في حادثة عربية ومش عارف أروح فين دلوقتي. الله يرحمهم يا سيدي، ارتاحوا وريحونا منهم. وانت كمان ما تتصلش بيا تاني، انت فاهم؟ يا حبيبي يا بابا، انت هتوحشني قوي انت وماما. أنت يا ابني، أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ يلا امشي من هنا علشان بتضايق الزباين بشكلك ده. كده خلاص بقى، مفيش حد عاوزني ولا مهتم بيا. خلاص أنا همشي من الدنيا الوحشة دي كلها واروح لبابا وماما عند ربنا. يا ترى في ايه؟ الناس دي كلها متجمعة ليه كده؟ الحقوني الحقوني. ما تقلقش يا ابني، أنا هنقذك. خلاص أنا مسكتك يا حبيبي، ما تخافش. خلاص يا حبيبي، ما تقلقش من حاجة. انت من النهاردة هتعيش معايا في البيت ده وهعتبرك زي ابني. نفسك في حاجة تاني؟ أيوة، نفسي الناس تعمل لايك واشتراك وشجعوني ويكتبوا لي بنحبك يا مياو في التعليقات، ومبروك عليك باباك الجديد.